النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أغرب وأخطر القصص اللي ممكن تسمعوها. قصة عن مكان محدش بيخرج منه زي ما دخل. لو انت من عشاق الرعب والإثارة، متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان متفوتش أي قصة جديدة. يلا نبدأ الرحلة في القصبة الغامضة في مرسى علم. بداية كان سامح شاب في أواخر العشرينات بيعشق المغامرات واكتشاف الأماكن الغريبة. قرر إنه ياخد أجازة ويسافر مرسى علم بعيد عن صخب القاهرة. لما وصل كان سامح بيسمع حكايات كتير عن مكان غريب معروف باسم القصبة الغامضة. السكان المحليين كانوا بيتجنبوا الكلام عنه، لكن كل اللي قالوه إنه مكان مهجور وخطير. سامح بطبيعته الفضولية قرر يروح ويستكشف بنفسه. سأل شاب من الصيادين المحليين عن المكان، بس كل اللي أخده كان نظرة خوف وتحذير. محدش بيروح هناك ويرجع سليم، اسمع كلامي ومتقربش. سامح جهز شنطته الصغيرة وأخد كاميرته علشان يوثق كل حاجة. الطريق كان طويل ومليان صخور وشجيرات متناثرة. الجو كان هادي بشكل مخيف، مفيش صوت غير الرياح اللي بتصفر بين الشجر. لما وصل سامح للمكان لقى نفسه قدام مبنى ضخم مهجور، شكله كان زي القلاع القديمة بس كأن الزمن لعب فيه. الباب الخشبي كان مفتوح شوية وكأنه بينادي عليه. دخل سامح بخطوات حذرة، وفي كل خطوة الأرضية كانت بتصدر صوت خشب بيتكسر. أول ما دخل جوه القصبة حس بحاجة غريبة في الجو. ريحة عفن ورطوبة كانت مالية المكان، والإضاءة كانت معدومة ما عدا شوية أشعة شمس داخلة من الشباك المكسور. وهو بيصور بالكاميرا سمع صوت حاجة بتتحرك في الدور التاني. مين هناك؟ قالها سامح بصوت متردد، لكن مفيش رد. قرر يطلع السلم المتهالك اللي كان بيصرخ تحت رجليه. وصل لدور مليان أبواب كتير، بس باب واحد كان مفتوح شوية. دخل سامح ولقى الغرفة فاضية، بس كان فيها حاجة على الحيطة، رسومات غريبة كأنها رموز قديمة محفورة في الجدران. فجأة الباب اللي كان مفتوح اتقفل بقوة. سامح حاول يفتحه لكنه ما كانش بيتحرك، وبدأ يسمع صوت خطوات جاية ناحيته. سامح وقف مكانه، قلبه كان بيدق بسرعة رهيبة. الصوت كان بيقرب أكتر وأكتر لحد ما وقف عند الباب. سامح كان حاسس إن في حد واقف وراه، لكنه ما قدرش يلف وشه. فجأة حاسس بحاجة بتلمس كتفه، لكنه لما بص مفيش حاجة. قرر يخرج من الغرفة بأي طريقة. بدأ يصرخ ويخبط على الباب، لكنه لسه مش بيتفتح. وفي لحظة سمع صوت همس بيقول: ليه جيت هنا؟ ده مكان مش ليك. بعد محاولات كتير الباب اتفتح لوحده. سامح جري بسرعة على السلم، لكنه لقى المكان مختلف تماما. الأرضية تغيرت والجدران بقت مليانة رموز أكتر، وفي صوت غريب جاي من تحت الأرض. سامح قرر ينزل تحت ويشوف مصدر الصوت. وصل لممر ضيق كان مظلم تماما ما عدا نور ضعيف جدا في النهاية. سامح بدأ يمشي في الممر، وكل ما يقرب الصوت كان بيزيد. لما وصل لقى غرفة مليانة شمع وشخصيات غريبة مرسومة على الحيطان. في النص كان في كتاب قديم مفتوح وكأنه كان مستني حد يقراه. سامح قرر يقرب، لكنه حس بحاجة بتمنعه. فجأة ظهرت قدامه ظل لشخص مش واضح المعالم، لكن عيونه كانت مضيئة بشكل مرعب. الصوت اللي سمعه بقى أوضح: انت فتحت باب ما كنتش المفروض تفتحه. سامح قرر يهرب بأي طريقة، لكنه كل ما يحاول يرجع لنفس الطريق المكان كان بيتغير، كأنه متاهة مش بتنتهي. الأصوات حوالينه كانت بتزيد، كأن في أشخاص كتير بتراقبه. بدأ يحس إن الوقت بيمر ببطء شديد وكأنه عالق في الزمن. شاف حاجات مش مفهومة، ناس بتصرخ، أضواء بتظهر وتختفي،
وحاجات بتتحرك بسرعة البرق. فجأة الأرضية تحت رجله انهارت ووقع في حفرة عميقة. لما فاق لقى نفسه في مكان أشبه بمعبد قديم، بس كان مليان جماجم وأدوات غريبة. سامح بدأ يسمع صوت خطوات كتير جاية ناحيته. كان في مجموعة أشخاص لابسين أقنعة غريبة وماسكين شمع وحاجات كأنهم بيعملوا طقوس. حاول يستخبى، لكن واحد منهم شافه وصرخ: مين ده؟ هو مش مننا. كلهم بصوا ناحيته وبدأوا يقربوا منه. سامح حاول يهرب، لكنه لقى نفسه محاصر. فجأة الأرضية بدأت تهتز، وظهر كيان ضخم من الظلام. كان شكله مرعب ومش ممكن وصفه. الكيان قرب من سامح وقال بصوت هز المكان كله: انت مش هتخرج من هنا، روحك دلوقتي لينا. سامح محدش شافه تاني. الكاميرا بتاعته كانت الحاجة الوحيدة اللي اتلاقت، وكانت مليانة تسجيلات عن اللي حصل جوه القصبة الغامضة. بس السؤال اللي فضل من غير إجابة: هل سامح كان آخر ضحية؟ ولا في ناس تانية قررت تخاطر وتدخل المكان ده؟ لو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستنى حكايات أكتر تخليك تعيش الرعب بكل تفاصيله.